السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسر عبد الرافع في شرح وتبسيط كتاب البداية والنهاية لابن كثير. نزول الكتب السماوية الأربعة التوراة والزبور والإنجيل والقرآن من الرؤية الإسلامية. يقول أبو زرعة الدمشقي، ده إمام في القرن الثالث الهجري، نزلوا كلهم في شهر رمضان. أول حاجة التوراة نزلت في 6 ليال خلت من رمضان. بعديها ب 482 سنة نزل الزبور في 12 ليلة خلت من رمضان. بعديها ب 1050 سنة نزل الإنجيل في 18 ليلة خلت من رمضان. بعديها نزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 24 ليلة خلت من رمضان. ده الرؤية في التراث الإسلامي. تعال نشوف ايه الفرق بقى. هل الكتب المقدسة العهد القديم والعهد الجديد ليهم دعوة بالتوراة والإنجيل اللي احنا بنؤمن بيهم ولا لا؟ تعال نشوف ونكمل. ولو حضرتك مهتم يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.